مرحبا بجميع أصدقاء متابعي قناة فلاش 90 دقيقة في تحليل وتوقعات مباريات يوم السبت. اختارت 26 مقابلة من دوريات أوروبية مختلفة. أول لقاء افتتاح الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي البريمير ليج. أستون فيلا يستقبل أرسنال. ترتيب الناديين في جدول الدوري: أستون فيلا الرتبة الثالثة ب27 نقطة، أرسنال في الصدارة 33 نقطة. آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت بالتعادل هدفين في كل شبكة. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: أرسنال حقق 3 انتصارات تعادلين. آخر لقاء الانتصار في ديربي لندن أمام برنتفورد داخل الديار، هدفين مقابل صفر وسط الأسبوع. أستون فيلا حقق 5 انتصارات، آخرها أمام برايتون خارج الديار 4 أهداف مقابل 3. أفضل احتمال للقاء أستون فيلا أرسنال: مواجهة قوية ما بين الفريقين في الفيلا بارك. أفضل توقع عدد أهداف المقابلة محصور ما بين هدفين إلى 4 أهداف، هذا هو أفضل احتمال للقاء. المقابلة الثانية الدوري الإسباني الجولة الخامسة عشر. فيلا الريال يستقبل خطافي. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: فيلا الريال الرتبة الثالثة ب32 نقطة، خطافي في الرتبة السابعة ب20 نقطة مناصفة مع أتلتيك بيلباو بنفس عدد النقاط. آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت لصالح فيلا الريال خارج الميدان هدفين مقابل هدف واحد. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي: خطافي حقق 3 انتصارات تعرض لهزيمتين. آخر لقاء الانتصار في كأس ملك إسبانيا بالإكسترا تايم خارج الديار 3-2. فيلا الريال حقق النادي 4 انتصارات تعرض لهزيمة. آخر لقاء الانتصار بركلات ترجيح في كأس ملك إسبانيا خارج الميدان وسط الأسبوع. مواجهة قوية ما بين الناديين، خصوصا البداية الموفقة لكل نادي في الدوري الإسباني. فريق فيلا الريال يعاني في دوري أبطال أوروبا، لكن في الدوري الإسباني يؤدي أداء جيد عكس المواسم السابقة. خطافي كذلك بداية ممتازة هذا الموسم، ينافس في المراكز الأولى عكس المواسم السابقة كان الفريق ينافس من أجل البقاء. أفضل احتمال للقاء: أرشح تسجيل خطافي هدف أو أكثر في مواجهة فيلا الريال خارج الميدان في ملعب السيراميكا. المقابلة الثالثة الدوري الإيطالي الجولة الرابعة عشر. ساسولو يستقبل فيورنتينا. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: ساسولو في الرتبة العاشرة ب17 نقطة مناصفة مع كريمونينسي بنفس عدد النقاط. فيورنتينا في الرتبة التاسعة عشر ب6 نقاط مناصفة مع هيلاس فيرونا بنفس عدد النقاط. آخر مقابلة جمعت الفريقين انتهت لصالح فيورنتينا 5 أهداف مقابل هدف واحد داخل الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: فيورنتينا تعرض ل3 هزائم حقق تعادلين. آخر لقاء لازم أمام أتلانتا خارج الميدان هدفين مقابل صفر. ساسولو تعرض لهزيمتين حقق انتصارين تعادل. اللقاء الأخير لازم أمام كومو خارج الميدان هدفين مقابل صفر. مواجهة متكافئة ما بين الناديين رغم ترتيب فيورنتينا في ديل ترتيب صبورة الدوري. ساسولو يؤدي في وسط ترتيب الجدول، لذا أفضل احتمال حظ مزدوج لساسولو: الانتصار أو تنتهي المقابلة متعادلة ما بين الفريقين. المقابلة الرابعة الدوري الألماني البوندسليغا الجولة الثالثة عشر. أوكسبورغ يستقبل باير ليفركوزن. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: أوكسبورغ في الرتبة الرابعة عشر ب10 نقاط، ليفركوزن في الرتبة الرابعة ب23 نقطة مناصفة مع هوفنهايم بنفس عدد النقاط. آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت لصالح ليفركوزن هدفين مقابل صفر داخل الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: ليفركوزن حقق 4 انتصارات تعرض لهزيمة. اللقاء الأخير انتصار في كأس ألمانيا أمام دورتموند خارج الميدان هدف مقابل صفر والتأهل للدور المقبل. أوكسبورغ تعرض ل4 هزائم حقق انتصار. آخر لقاء لازم أمام هوفنهايم 3-0 خارج الميدان. أفضل احتمال للقاء أوفر 2.5، أي المقابلة ستشهد تسجيل 3 أهداف أو أكثر.
المقابلة الخامسة اف سي كولن سان باولي. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: كولن في الرتبة 11 ب15 نقطة مناصفة مع يونيون برلين بنفس عدد النقاط. سان باولي في الرتبة 17 ب7 نقاط. آخر مقابلة جمعت الفريقين انتهت لصالح كولن 4 أهداف مقابل هدف واحد داخل الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: سان باولي حقق انتصار تعرض ل4 هزائم. آخر لقاء الانتصار أمام بروسيا مونشغلادباخ خارج الديار 2 مقابل هدف واحد. اف سي كولن حقق تعادل، انتصار تعرض ل3 هزائم. آخر لقاء تعادل أمام فيردر بريمن خارج الميدان، هدف في كل شبكة. أفضل احتمالين للقاء: الاحتمال الأول أن كلا الفريقان سيسجلان جول، والاحتمال الثاني أن المقابلة ستشهد تسجيل 3 أهداف أو أكثر، أوفر 2.5. مقابلة هايدنهايم فرايبورغ. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: هايدنهايم في الرتبة 16 ب8 نقاط، فرايبورغ في الرتبة 8 ب16 نقطة. آخر مواجهة جمعت الفريقين وجها لوجه انتهت لصالح فرايبورغ هدف مقابل 0 داخل الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: فرايبورغ حقق 3 انتصارات، تعادل تعرض لهزيمة. اللقاء الأخير انتصار أمام دارمشتات في كأس ألمانيا داخل الميدان، 2 مقابل 0. فريق هايدنهايم حقق انتصار، تعادل تعرض ل3 هزائم. آخر لقاء الانتصار أمام يونيون برلين خارج الميدان، 2 مقابل هدف واحد. أفضل احتمال للقاء: أرشح فوز فرايبورغ خارج الميدان أمام هايدنهايم والعودة ب3 نقاط. مقابلة القمة في الجولة 13 من البوندسليغا الألمانية: شتوتغارت يستقبل باير ميونخ. ترتيب الناديان في جدول الدوري: شتوتغارت في الرتبة 6 ب22 نقطة، باير ميونخ في الصدارة 34 نقطة. آخر مقابلة جمعت الفريقين انتهت لصالح باير ميونخ 2 مقابل هدف واحد خارج الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: باير ميونخ حقق 3 انتصارات، تعادل تعرض لهزيمة. اللقاء الأخير الانتصار أمام يونيون برلين خارج الميدان، 3 مقابل 2. فريق شتوتغارت حقق 3 انتصارات، تعادل تعرض لهزيمة. اللقاء الأخير الانتصار في كأس ألمانيا أمام بوخوم خارج الميدان، 2 مقابل 0. أفضل احتمال للقاء القمة: أوفر 3، أي المقابلة ستشهد تسجيل 3 أهداف أو أكثر. مقابلة فولسبورغ يونيون برلين. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: فولسبورغ في الرتبة 15 ب9 نقاط، يونيون برلين في الرتبة 12 ب15 نقطة مناصفة مع اف سي كولن بنفس عدد النقاط. آخر مقابلة جمعت الفريقين انتهت لصالح يونيون برلين هدف مقابل 0 داخل الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: يونيون برلين تعرض لهزيمتين، حقق انتصار تعادلين. آخر لقاء الهزيمة في كأس ألمانيا أمام باير ميونخ داخل الميدان، 3 أهداف مقابل هدفين. فولسبورغ حقق تعادل، تعرض ل4 هزائم. آخر لقاء تعادل أمام فرانكفورت خارج الميدان، هدف في كل شبكة. أفضل توقع للقاء: أرشح فوز فولسبورغ داخل الديار أمام الفريق العاصمي يونيون برلين. مقابلة الدوري الإنجليزي: بورنموث يستقبل تشيلسي. ترتيب الناديان في جدول الدوري: بورنموث في الرتبة 14 ب19 نقطة مناصفة مع برنتفورد، نيوكاسل، توتنهام بنفس عدد النقاط. تشيلسي في الرتبة 4 ب24 نقطة. آخر مقابلة جمعت الفريقين انتهت بالتعادل، 2 في كل شبكة. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: تشيلسي تعرض لهزيمة، حقق تعادل 3 انتصارات. آخر لقاء الهزيمة أمام ليدز خارج الديار، 3 مقابل هدف واحد. بورنموث تعرض ل4 هزائم، حقق تعادل. آخر لقاء الهزيمة أمام إيفرتون داخل الديار، هدف مقابل 0. أفضل توقع للقاء: أرشح تسجيل بورنموث هدف أو أكثر في ملاقاة البلوز داخل الميدان. هذا هو أفضل توقع للقاء. مقابلة إيفرتون نوتنغهام. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: نوتنغهام في الرتبة 16 ب15 نقطة، إيفرتون في الرتبة 10 ب21 نقطة.
آخر مقابلة جمعت الناديين انتهت لصالح إيفرتون هدف مقابل صفر خارج الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي: نوتنغهام حقق 4 انتصارات، تعرض لهزيمة. اللقاء الأخير انتصار أمام وولفرهامبتون خارج الديار هدف مقابل صفر. إيفرتون حقق النادي 3 انتصارات، تعادل، تعرض لهزيمة. اللقاء الأخير انتصار أمام بورنموث خارج الديار هدف مقابل صفر. أفضل توقع للقاء إيفرتون نوتنغهام أن ينتهي الشوط المقابل الأول متعادل ما بين الفريقين، هذا هو أفضل احتمال للقاء. مقابلة مانشستر سيتي ساندرلاند، ترتيب الناديين في جدول الدوري: السيتي في الرتبة الثانية ب 28 نقطة، ساندرلاند في الرتبة السادسة ب 23 نقطة مناصفة مع كريستال بالاس بنفس عدد النقاط. آخر مقابلة جمعت الناديين انتهت لصالح السيتي هدفين مقابل صفر خارج الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: ساندرلاند حقق 3 تعادلات، انتصار، تعرض لهزيمة. اللقاء الأخير تعادل خارج الميدان في الأنفيلد أمام ليفربول، هدف في كل شبكة. السيتي حقق 3 انتصارات، تعرض لهزيمتين. آخر لقاء الانتصار أمام فولهام خارج الميدان 5 أهداف مقابل 4. أفضل توقع للقاء: تسجيل مانشستر سيتي هدفين أو أكثر في ملاقاة ساندرلاند في ملعب الاتحاد، هذا هو أفضل احتمال للقاء. مقابلة نيوكاسل بيرلي، ترتيب الناديين في جدول الدوري: نيوكاسل في الرتبة الثانية عشر ب19 نقطة مناصفة مع توتنهام، برنتفورد، بورنموث بنفس عدد النقاط. بيرلي في الرتبة التاسعة عشر ب10 نقاط. آخر مقابلة جمعت الفريقين انتهت لصالح نيوكاسل 4 مقابل هدف واحد خارج الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: بيرلي تعرض ل5 هزائم، آخر أمام كريستال داخل الميدان هدف مقابل صفر. نيوكاسل حقق تعادل، انتصارين، تعرض لهزيمتين. آخر لقاء تعادل داخل الميدان أمام توتنهام، هدفين في كل شبكة. أفضل احتمال للقاء: فريق بيرلي لن يسجل أي هدف في مواجهة نيوكاسل في ملعب سان جيمس بارك، هذا هو أفضل توقع للقاء. مقابلة الدوري الاسكتلندي الجولة السادسة عشر، هيبرنيان يستقبل فالكيرك، ترتيب الفريقين في جدول الدوري: هيبرنيان الرتبة الخامسة 21 نقطة، فالكيرك الرتبة السادسة بنفس عدد النقاط. آخر مقابلة جمعت الناديين انتهت متعادلة هدفين في كل شبكة. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: فالكيرك حقق 3 تعادلات، انتصارين. آخر لقاء تعادل داخل الميدان أمام مادرويل 0 مقابل صفر. هيبرنيان حقق انتصارين، تعادل، تعرض لهزيمتين. آخر أمام سيلتيك داخل الميدان هدفين مقابل هدف واحد. أفضل توقع للقاء: أرشح بأن كلا الفريقان سيسجلان جول، هذا هو أفضل توقع للقاء. مقابلة الدوري الإسباني ديربي الباسك الجولة الخامسة عشر، ديبورتيفو ألافيس في مواجهة ريال سوسيداد، ترتيب الفريقين في جدول الدوري: ألافيس في الرتبة الرابعة عشر ب15 نقطة، سوسيداد في الرتبة العاشرة ب16 نقطة مناصفة مع إشبيليا سيلتا إلتشي بنفس عدد النقاط. آخر ديربي باسكي جمع الفريقين انتهى لصالح ألافيس هدف مقابل صفر داخل الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: ريال سوسيداد حقق 3 انتصارات، تعادل، تعرض لهزيمة. اللقاء الأخير انتصار في كأس ملك إسبانيا خارج الميدان هدفين مقابل صفر. ديبورتيفو ألافيس حقق انتصارين، تعرض ل3 هزائم. آخر لقاء الانتصار في كأس ملك إسبانيا خارج الديار 3 أهداف مقابل صفر. أفضل توقع للديربي الباسكي ما بين ألافيس ريال سوسيداد: عدد أهداف المقابلة محصور ما بين هدفين إلى 3 أهداف، هذا هو أفضل احتمال للقاء. مقابلة الدوري الفرنسي نونت لونس، ترتيب الفريقين في جدول الدوري: نونت في الرتبة السادسة عشر ب11 نقطة مناصفة مع ميتس بنفس عدد النقاط. لونس في الصدارة ب31 نقطة. آخر مقابلة جمعت الفريقين انتهت لصالح نونت 3 مقابل هدف واحد داخل الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: لونس حقق 4 انتصارات، تعرض لهزيمة. آخر لقاء الانتصار خارج الميدان هدفين مقابل هدف واحد. نونت حقق
تعادلين، تعرض ل3 هزائم، آخر أمام ليون خارج الميدان 3-0. أفضل احتمال للقاء، أرشح فوز الفريق المتصدر خارج الميدان والعودة ب3 نقاط. مقابلة الدوري الإيطالي، إنتر ميلان في مواجهة كومو. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: إنتر في الرتبة الثالثة ب27 نقطة مناصفة مع روما بنفس عدد النقاط. كومو في الرتبة الخامسة ب24 نقطة مناصفة مع بولونيا بنفس عدد النقاط. آخر مقابلة جمعت الفريقين انتهت لصالح إنتر ميلان 2-0 خارج الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق كومو حقق 3 انتصارات، تعادلين. آخر لقاء الانتصار أمام ساسولو داخل الميدان 2-0. إنتر ميلان حقق 3 انتصارات، تعرض لخسارتين. اللقاء الأخير الانتصار أمام فينيسيا داخل الميدان 5 أهداف مقابل 1. أفضل توقع للقاء، أرشح فوز إنتر ميلان داخل الميدان أمام كومو والحصول على 3 نقاط. مقابلة الدوري التركي، ديربي إسطنبول الجولة ال15، بلدية باسكشير في مواجهة فنرباتشا. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: باسكشير في الرتبة التاسعة ب16 نقطة مناصفة مع ألانيا سبور بنفس عدد النقاط. فنرباتشا في الرتبة الثانية ب32 نقطة. آخر ديربي جمع الفريقين انتهى لصالح فنرباتشا 4-1 خارج الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: فنرباتشا حقق 3 تعادلات، انتصارين. آخر لقاء تعادل أمام غالاتا سراي، هدف في كل شبكة داخل الميدان. باسكشير آخر 5 مقابلات حقق النادي 3 انتصارات، تعرض لهزيمتين. آخر لقاء الانتصار أمام قاسم باشا خارج الديار 3-1. أفضل احتمال للقاء الديربي، أرشح تسجيل فنرباتشا هدفين أو أكثر في ديربي أمام باسكشير خارج الميدان. مقابلة الدوري الإنجليزي البريمير ليج الجولة ال15، ليدز يونايتد يستقبل ليفربول. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: ليدز في الرتبة ال17 ب14 نقطة، ليفربول في الرتبة التاسعة ب22 نقطة مناصفة مع يونايتد برايتون بنفس عدد النقاط. آخر مقابلة جمعت الناديين انتهت لصالح ليفربول 6 أهداف مقابل هدف واحد خارج الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: ليفربول حقق تعادل، انتصار، تعرض ل3 هزائم. آخر لقاء تعادل داخل الميدان أمام ساندرلاند، هدف في كل شبكة. ليدز يونايتد حقق انتصار، تعرض ل4 هزائم. آخر لقاء الانتصار أمام تشيلسي داخل الميدان 3-1. أفضل توقع للقاء، أرشح فوز ليفربول خارج الميدان أمام ليدز والعودة ب3 نقاط لملعب الأنفيلد. هذا هو أفضل توقع للقاء. مقابلة الدوري الألماني، إربي لايبزيغ يستقبل فرانكفورت. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: لايبزيغ في الرتبة الثانية ب26 نقطة، فرانكفورت في الرتبة السابعة ب21 نقطة. آخر مقابلة جمعت الفريقين انتهت لصالح فرانكفورت 4 أهداف مقابل 0 داخل الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: فرانكفورت حقق تعادلين، انتصارين، تعرض لخسارة. اللقاء الأخير تعادل أمام فولسبورغ داخل الميدان، هدف في كل شبكة. فريق لايبزيغ حقق 3 انتصارات، تعادل، تعرض لهزيمة. آخر لقاء الانتصار في كأس ألمانيا داخل الميدان أمام ماغديبورغ 3-1. أفضل توقع لمقابلة لايبزيغ فرانكفورت، أرشح بأن اللقاء سيشهد تسجيل 3 أهداف أو أكثر، أوفر 2.5. مقابلة الدوري الإسباني الجولة ال15، بيتيس في مواجهة برشلونة. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: بيتيس في الرتبة الخامسة ب24 نقطة مناصفة مع إسبانيول بنفس عدد النقاط. برشلونة في الصدارة ب37 نقطة. آخر مقابلة جمعت الفريقين وجها لوجه انتهت متعادلة، هدف في كل شبكة. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: برشلونة حقق 4 انتصارات، تعرض لخسارة. اللقاء الأخير انتصار أمام أتلتيكو مدريد داخل الميدان 3-1. بيتيس حقق النادي 3 انتصارات، تعادلين. آخر لقاء الانتصار في كأس ملك إسبانيا خارج الديار 4-1. أفضل توقع للقاء بيتيس برشلونة، أوفر 3، أي المقابلة ستشهد تسجيل 3 أهداف أو أكثر.
مقابلة الدوري الفرنسي تولوز في مواجهة ستراسبورغ. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: تولوز في الرتبة العاشرة ب17 نقطة مناصفة مع نيس بنفس عدد النقاط. ستراسبورغ في الرتبة الثامنة ب22 نقطة. آخر مقابلة جمعت الناديان انتهت لصالح ستراسبورغ هدفين مقابل هدف واحد داخل الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: ستراسبورغ تعرض لهزيمتين، حقق 3 انتصارات. آخر لقاء الهزيمة أمام بريست داخل الميدان هدفين مقابل هدف واحد. تولوز حقق 4 تعادلات، تعرض لهزيمة. آخر لقاء تعادل خارج الديار أمام مارسيليا، هدفين في كل شبكة. أفضل توقع للقاء: أرشح تسجيل ستراسبورغ هدفين أو أكثر في ملاقاة تولوز خارج الديار. هذا هو أفضل توقع للقاء تولوز ستراسبورغ. مقابلة الدوري الإيطالي الجولة الرابعة عشر: هيلاس فيرونا تستقبل أتلانتا. ترتيب الناديان في جدول الدوري: هيلاس فيرونا في الرتبة الأخيرة ب6 نقاط مناصفة مع فيورنتينا بنفس عدد النقاط. أتلانتا في الرتبة الثانية عشر ب16 نقطة. آخر مقابلة جمعت الفريقين انتهت لصالح أتلانتا ب5 أهداف مقابل 0 خارج الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي: أتلانتا حقق 3 انتصارات، تعرض لهزيمتين. آخر لقاء الانتصار أمام جنوا في كأس إيطاليا داخل الميدان 4-0. هيلاس فيرونا تعرض الفريق ل4 هزائم، حقق تعادل. آخر لقاء لازم أمام جنوا خارج الميدان، هدفين مقابل هدف واحد. أفضل توقع للقاء بحكم وضعية كل نادي: أرشح فوز أتلانتا بيرغامو خارج الميدان والحصول على 3 نقاط. مقابلة أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: أتلتيك بيلباو الرتبة الثامنة ب20 نقطة مناصفة مع خيطافي بنفس عدد النقاط. أتلتيكو مدريد الرتبة الرابعة ب31 نقطة. آخر مقابلة جمعت الفريقين وجها لوجه انتهت لصالح أتلتيكو مدريد هدف مقابل 0 داخل الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: أتلتيكو مدريد تعرض لهزيمة، حقق 4 انتصارات. آخر لقاء لازم أمام برشلونة 3 مقابل هدف واحد خارج الميدان. بيلباو تعرض النادي لهزيمتين، حقق انتصارين، تعادل. آخر لقاء لازم أمام ريال مدريد داخل الديار 3-0. أفضل توقع للقاء: أرشح فوز أتلتيكو مدريد خارج الميدان أمام أتلتيك بيلباو في ملعب سان ماميس. مقابلة باريس سان جيرمان رين. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: باريس سان جيرمان في الرتبة الثانية ب30 نقطة. رين في الرتبة الخامسة 24 نقطة مناصفة مع أولمبيك ليون بنفس عدد النقاط. آخر مقابلة جمعت الفريقين انتهت لصالح باريس سان جيرمان 4 مقابل هدف واحد خارج الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: رين حقق 4 انتصارات، تعادل. آخر لقاء الانتصار أمام ميتس خارج الديار، هدف مقابل 0. باريس سان جيرمان تعرض لهزيمتين، حقق 3 انتصارات. آخر لقاء الهزيمة أمام لايس موناكو خارج الديار، هدف مقابل 0. أفضل توقع للقاء: أرشح تسجيل رين هدف أو أكثر في ملاقاة باريس في ملعب بارك دي برانس. هذا هو أفضل احتمال للقاء. المقابلة الأخيرة من الدوري البرتغالي الجولة 13، فاماليكاو يستقبل براغا. ترتيب الناديان في جدول الدوري: فاماليكاو في الرتبة الخامسة ب20 نقطة. براغا في الرتبة السادسة ب19 نقطة مناصفة مع مورينينسي بنفس عدد النقاط. آخر مقابلة جمعت الفريقين انتهت بالتعادل، هدف في كل شبكة. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل فريق: براغا حقق 3 انتصارات، تعادل، تعرض لهزيمة. آخر لقاء انتصار أمام أروكا خارج الديار 4-0. فاماليكاو حقق النادي تعادل، 3 انتصارات، تعرض لهزيمة. آخر لقاء تعادل خارج الميدان أمام مورينينسي، هدفين في كل شبكة. أفضل احتمالين للقاء: الاحتمال الأول أن كلا الفريقان سيسجلان جول، والاحتمال الثاني أوفر 2، أي المقابلة ستشهد تسجيل هدفين أو أكثر. هذم أفضل احتمالين للقاء. هذا الأصدقاء متوقعات وتحليلي ل26 مقابلة ليوم السبت. لكم حرية الاختيار من المقابلات، وحظ موفق للجميع.